بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله نستعين. قبل كل شيء صلى على سيدنا محمد. حابب اقول كلمتين. صفقات النادي الاهلي ليه بتفشل؟ بص، انا طبعا كنت في الاول بفكر لما كابتن شوبير قال ان الصفقات بتفشل بسبب الجماهير، كنت باصص لها انتوا اللي فاشلين اصلا، انتوا اللي مش عارفين تخلصوا. ولكن بعدها لما قعدت ادور عرفت فعلا ان هو ده الكلام الصح، إن الصفقات بتفشل بسببنا احنا. وانا كنت زيكم ويعني ايه، بس دلوقتي انا اشوف بوست بيتكلم عن صفقة حاجة، انا اخش اقعد ادور على تفاصيلها وادور على معلوماتها ومصدرها الاساسي واتاكد بنفسي ومن غير ما اشير. ليه؟ عشان انا هشير الصفقة هيشوف النادي اللي هيجيب لنا الصفقة ده ان احنا الحق ده الجماهير بتضغط عليه ومش عارف ايه، هيبدأ يغالي في طلباته. فاتمنى من جماهير النادي الاهلي ان احنا ما نوقعش نفسنا بنفسنا ونفوق. ما تنساش تصلي على سيدنا محمد وتشترك في القناة واللايك الجميل زيك. سلام.